ازاي نبدأ نلم المتراكم علينا بعد اجازة طويلة واللي هي كانت اجازة العيد. حقيقي الكلام ده من قلب الحدث ان احنا كلنا خدنا اجازة، فبالتالي ان احنا راكمنا علينا حاجات. فازاي نلم الحاجات اللي متراكمة علينا قبل ما نضغط في الامتحانات؟ السلام عليكم، انا ساجدة وجاي في فيديو النهاردة هشارك معاكم 6 حاجات عملتها الى حد ما حاولت الم الحاجات المتراكمة عليا. حابة بس قبل ما اكمل الفيديو اشكر كل واحد كتب كومنت في الفيديو اللي فات. حقيقة انا بقرأ كل الكومنتس واي حد عنده سؤال يقدر يكتبها في الكومنتس. قبل ما اقول ازاي نلم الحاجات المتراكمة، هو ليه اصلا ان احنا بنأجل اصلا الحاجات اللي ورانا وبنسيبها لحد ما تبقى كومة بدل ما كان درس واحد بقى 5 دروس؟ ألا وفي عادة هي آلة التسويف، ان احنا بنأجل كل حاجة لبكرة لبعده الاسبوع لحد ما يبقى ان احنا سيبنا درس واحد، يجي في الاخر بسبب عادة التسويف ان احنا نسيب 5 دروس. وحقيقة اسباب التسويف كتير، مثلا خايف تبدأ وتفشل في اللي انت عاوز تعمله، عندكش طاقة اللي انت عاوز تعمل حاجة، تالت حاجة ما عندكش تنظيم ولا إدارة وقت عشان تنجز الحاجة اللي وراك. عشان نتغلب على التسويف ولما هو قدر ما هو مراكم، شارك معاكم في الفيديو النهاردة 6 حاجات عملتها عشان ألم ما هو قدر ما هو مراكم، لعل وعسى يفيدوك. فكملوا الفيديو للآخر عشان 6 حاجات مفيدين جدا وكلهم مرتبطين ببعض. أول حاجة تجديد النية. النية انت لازم تحط في بالك ان المذاكرة مش بس درجاتك ومستقبلك، لكن طلب العلم هدف ليه عبادة وتقرب الى الله. طول ما نيتك تنفع نفسك وتنفع اللي حواليك في انك تبحث عن العلم وتزود المعرفة وتطورها اللي عندك، ده بيعتبر عبادة في الاسلام، وده وسيلة للنجاح والتقدم في حياتك الدينية والدنيوية، وده هيخلي عندك حافز انك تجتهد اكتر في دراستك. وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنة. الاخر الحديث. تاني حاجة، كنت في جملة على طول كنت بسمعها ما كنتش بفهمها: study smart not hard، يعني ذاكر بذكاء وليس بجهد. العبارة دي بتدل ان انت تستخدم تقنيات مذاكرة تكون فعالة بدل ما تذاكر وقت كبير بمجهود كبير وفي الاخر النتيجة مش مرضية بالنسبة لك. يعني مثلا لو هو شخص ذاكر 8 ساعات وفي مشتتات حواليه وفهم في الاخر 30%، ده ممكن يكون في شخص بيذاكر 3 ساعات والمحصلة عنده اعلى وبيذاكر اللي هو فهم عالي وبيحصل كل المعلومات اللي محتاجها في ال3 ساعات. فهي بتبقى على حسب كل واحد وقدرة استيعابه. ايه هي تقنيات المذاكرة؟ ده هيخلينا نتطرق للنقطة الثالثة. ثالث حاجة، رتب محاضراتك على حسب الأولوية. تكتب كل المحاضرات اللي انت اخدتها في ورقة واعمل جدول على حسب أهمية كل محاضرة بالنسبة لك. يعني مثلا لو انت عندك مواد هتمتحن عليها قريب، حاول انك تخلص مذاكرتها وبعد كده يجي الدور على المواد مثلا اللي انت هتمتحنها بعدين. ولكن لو مش عليك مثلا اللي هو امتحانات بقى وانت عليك مواد متراكمة ومفروض عاوز تخلصها قبل الامتحانات وناوي تخلص اللي وراك، الافضل انك تبدأ بالمادة الصعبة. من اسباب انك عمال تراكم هو الخوف من انك تبدأ اصلا، لان انت في دماغك المواد دي كبيرة جدا وصعبة ومش هقدر اخلصها ولا اقدر عليها اصلا وتحتاج منك مجهود. فعشان كده قسم المحاضرة لتاسك صغيرة وبسيطة قلتها في الفيديو اللي فات. ده هيسهل عليك انك تشوف المحاضرة ككل بتاسك صغيرة وهتقدر تخلصها على طول ان شاء الله. لما تخلص المادة الصعبة هتقلل من الضغط النفسي اللي عليك لانك شايل همها. لكن انت مثلا لو سبت المادة الصعبة لاخر التاسك اللي انت عاوز تخلصها في يومك، لو انت ذاكرت في اول يوم المادة السهلة وبعد كده قلت خلاص انا في اخر يوم هذاكر المادة الصعبة، ده الى حد ما انت في اول يوم هتبدا اصلا لو انت شايل الماده الصعبه لانها ماده صعبه ومحتاجه منك مجهود، فخليها في اول اليوم بما انك هيكون عندك طاقه شويه في اول اليوم، فاتخلص عليها الماده الصعبه ويجي ان شاء الله دور الماده السهله. النقطه الرابعه، غير طريقه مذاكرتك لو مش بتلاقي نتيجه منها. يعني مثلا لو انت ذاكرت وعملت كل اللي عليك لكن في الامتحان انت مش بتلاقي الدرجه المناسبه او الدرجه اصلا هي اللي مجهوده، ممكن يكون المشكله في طريقه مذاكرتك، فجرب طرق مذاكرة كتير لحد ما تلاقي الأنسب للطريق. خامس حاجة، النقطة الخامسة، لو انت مثلا انت عليك مواد متراكمة بس لسه برضو ستيل ان انت بتاخد برضو مواد جديدة، فانت ازاي توازن ما بين المواد الجديدة وما بين المواد القديمة؟ انت عاوز تذاكر المواد الجديدة وعاوز برضو تلم المتراكم من عليك من المواد القديمة، فانت هيجي هنا ان انت تقسم يومك لفترتين. فترة لما تيجي من الدرس تيجي تخلص كل اللي اخدته وتحل عليه كويس، الفترة التانية تخصها للمواد المتراكمة اللي عليك اللي هو القديم وتبدأ تراجع عليه مع حل برضه. النقطة السادسة وهي تبقى من أهم النصائح اللي أنا ممكن أقدر أوجهها لكم، وهي ما تقارنش نفسك بحد
قارن نفسك مع نفسك. مثلا النهارده ذاكرت 3 ساعات وامبارح مثلا هو ذاكرت ساعه وما كنتش قادر اصلا تقعد على الكتاب، يبقى انت كده بتتحسن، يبقى انت كده المفروض تشجع نفسك وتقارن نفسك باللي فاتت، مش باي حد تاني او اي حد خارجي. قارن نفسك مع نفسك، انت النهارده كنت ايه وامبارح كنت ايه، عشان لكل واحد ظروفه الخاصه ولكل واحد هو مقدره استيعابه في المذاكره. فمتقارنش نفسك باللي حواليك، قارن نفسك مع نفسك، لان كل واحد ليه ظروفه وليه اللي هو الجو بتاعه عامل ازاي. تسابق مع نفسك بالخطوات حتى لو كانت صغيرة او سريعة، لان كل واحد ليه رحلته الخاصة. واخر فقرة في الفيديو هختمها بالاقتباس من اقوال الامام علي بن ابي طالب: اريحوا اجسادكم بالتعب ولا تتعبوها بالراحة. انت لازم تدرك ان اوقات الانشغال نعمة، وان التعب نعمة، وكل دقيقة بتقضيها في الانشغال على نفسك وعقلك وقلبك ده استثمار مؤجل انت مش هتشوفه دلوقتي، والنتائج بتاعته دلوقتي هتشوفها بعدين. بس وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم وتستفيدوا من 6 نصايح. اي نقطة مثلا زيادة ان انتوا بتعملوها عشان تلموا المواد المتراكمة عليكم تقدروا تكتبوها وتاخدوا مساحتكم في الكومنتس. ودمتم موفقين.